في الفيديو اللي فات اتكلمنا معاكم عن سقوط القدم، واتكلمنا عن اعراضه واسبابه والامراض كلها اللي بتجيب سقوط قدم. في الفيديو بتاع النهارده هنتكلم عن العلاج بتاع سقوط القدم، ازاي هبدا العلاج بتاعي الصح لسقوط القدم، وايه الخطوات اساسا اللي انا المفروض امشي فيها كمريض. يلا بينا. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد لينا. هنتكلم النهارده عن العلاج. المره اللي فاتت اتكلمنا عن التشخيص وازاي اعرف ان انا عندي سقوط قدم. المره دي هنتكلم بقى في العلاج بتاعنا. تعالى نتكلم في الاول كده ونشوف ايه هو سقوط القدم ده وهنعالجه ازاي. عشان نعرف اعراضه والحاجات دي ارجع للفيديو اللي فات شوفه وتعالى لنا تاني. تعالى بقى نتكلم في العلاج. هنعمل ايه بقى؟ زيه زي اي حاجه في الاعصاب بتتقسم لثلاث حاجات. ماشي، خلينا نقسم العلاج بتاعنا لثلاث حاجات كبيره. اول حاجه العلاج الدوائي، وتاني حاجه العلاج الطبيعي، وتالت حاجه متفرعه من العلاج الطبيعي الا وهي الجباير، تمام، او السبلنس، الحاجات اللي احنا هنلبسها نتيجه سقوط القدم ده. طب تعالى نتكلم في الاول على العلاج الدوائي. العلاج الدوائي ده بيختلف باختلاف الاصابه بتاعتي فين. يعني احنا قلنا في الفيديو اللي فات ان انا مثلا الناس بتوع الجلطات او السكتات الدماغيه بيجي معاهم سقوط في القدم، فانا علاجي ان انا هبدا اشتغل على الجلطه دي نفسها. فبالتالي الادويه او الحاجات اللي انا اعلقها او الكلام ده كله هيبقى منصب بناحيه ايه؟ ناحيه الجلطه نفسها او النزيف نفسه. لو انا عالجته وظبطتها بشكل صحيح هيبقى مشط القدم بتاعي هيحصل له انرفيشن او تغذيه مرجعيه تانية بالعصب بتاعه، فتبدا الدنيا تتحسن. فيبقى اول علاج دوائي ان احنا نعالج العرض نفسه او المرض نفسه. تعالى نتكلم مثلا لو في حصل تروماتيك دي اللي هي اصابه زي ما احنا اتكلمنا الحادثه لما بتحصل المفروض ان الدكتور بتاعي الجراح بيبدا يشوف العصب بتاعي هل هو اتقطع ولا ما اتقطعش، وهل هنقدر نعمل له جرافت او ترقيع ولا لا، وهل الترقيع ده يتعمل في ساعتها ولا ممكن نستنى شويه. كل دي قرارات الدكتور الجراح يبدا ان هو يشوفها اول ما يشوف المريض بتاعه، ويشوف هل ان احنا نستنى عليه شويه وبعد كده نعمل الترقيع ده ولا لا. يبقى كل العلاجات دي او كل العلاجات الدوائيه كلها او معظمها بتبدا تتكون من اول الاصابه. اشوف الاصابه سببها عامل ايه وابدا ان انا اشتغل على السبب نفسه، سواء الاصابه زي ما احنا اتكلمنا ان هي سكتات دماغيه او اصابات نخاع شوكي او حتى حوادث خبطه في المستوى بتاع الشظيه والكلام ده كله، او حتى في القصبه نفسها. اتفقنا؟ طيب تاني حاجه في العلاج هو العلاج الطبيعي. خلينا في الاول نتكلم هل العلاج الطبيعي بيجيب نتيجه اصلا او بيحسن سقوط القدم ولا لا. طيب احنا زي ما اتكلمنا معاكم ان سقوط القدم بتاعنا بيبدا بدرجات، كل درجه بتختلف باختلاف الاصابه بتاعتي قوتها. كل ما قلت الدرجه دي وكل ما الاصابه بتاعتي كانت قليله مش كبيره كل ما كان التحسن بتاعي اكتر شويه، وكل ما العلاج الطبيعي كان هيجيب نتيجه بالنسبه لي. ايه اللي ممكن دكتور العلاج الطبيعي يقدمه لحاله سقوط قدم؟ زيه زي العلاج الدوائي بالظبط. احنا في الاول بنعرف سقوط القدم ده اصلا جاي ليه، يعني ايه سبب سقوط القدم. انا سقوط القدم ده جاي لي نتيجه جلطه دماغيه. يبقى العلاج الطبيعي بتاعي هيتكلم ان الدكتور هيشتغل على السكته الدماغيه اللي موجوده ويبدا يشتغل عليها، ومش هيشتغل على سقوط القدم بس، هو هيشتغل على الرجل كلها والدراع كله على الجنب كله المصاب عشان تبدا الدنيا تتحسن وتبدا الدنيا تجيب معاك نتيجه. طب لو الاصابه بتاعتي جايه نتيجه ان العصب نفسه هو اللي اتصاب تحت، ايه النتيجه او ايه الحاجه اللي انا اعملها؟ هيبدا دكتور العلاج الطبيعي بتاعي يبدا يشوف العضله او يشوف رسم العصب بتاعي. هل رسم العصب بتاعي بيقول ان الاصابه بتاعتي خفيفه؟ فهيبدا يشتغل معاك انواع معينه من الكهرباء على انواع معينه من التمارين يبدا يحسن الدنيا شويه. طيب هل دكتور العلاج الطبيعي بتاعي لو شاف ان الاصابه بتاعتي كبيره بتاعت رسم العصب والدنيا كلها اصعب شويه هيروح متجه تاني لكهرباء او استثاره كهربائيه مختلفه شويه عن الاستثاره الكهربائيه اللي فاتت، ويبدا يظبطها على اساس انها تبدا تعيد تكون العصب ده يخلينا نروح ناحيه حاجه تانية او سؤال وجداني شويه، اهو هل الاعصاب نفسها بتتكون تاني؟ هل بيحصل ريجنريشن او اعاده تكون للاعصاب؟ في الحقيقه ان احنا كنا بنتكلم او كنا بندرس ان مفيش اعاده تكون للاعصاب بيحصل، بس مع التقدم العلمي اللي بيحصل ومع الحالات اللي موجوده ومع النظر بتاعنا مع الحالات لقينا ان الاعصاب بتتكون تاني عادي خالص. بس مشكله الاعصاب انها بتاخد وقت طويل جدا 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 عشان تبدا تتكون، يكاد يكون بالسنين عشان تبدا العضله او العصب يوصل للعضله تاني ويبدا يعيد تكون الانرفيشن بتاعها او الاستثاره ليها تاني. فعشان كده هو ده اللي بيخلي المريض بتاعنا او احنا كمرضى نزهق من العلاج، انا مش حاسس نتيجه اصلا، تمام، فبالتالي هروح موقف ده كله، وهو ده اللي احنا مش عايزينه. عشان اقول لك ما تزهقش من العلاج وان انت تكمل العلاج الطبيعي بتاعك كسقوط قدم لازم تعرف ان العلاج الطبيعي بتاعك بيتعمل صح اصلا ولا غلط. لو انا هتكلم كايديال او كشكل مثالي للجلسه بتاعتي، لو انا سقوط قدم بس في حاجات المفروض ان احنا نعملها اللي هي ايه؟ اللي هي التمارين. لو انا عندي مشط الرجل بتاعي بس هو اللي فيه سقوط، يعني لو الاصابه جايه نتيجه عصب اتخبط فهو اللي عمل لي سقوط قدم، او نتيجه التهاب اعصاب طرفيه اللي هو نتيجه السكر والكلام ده، فالمفروض ان دكتور العلاج الطبيعي بتاعي ما يشتغلش اصلا على المشط الرجل بس، المفروض يشتغل من فوق على المستوى بتاع الحوض والعضلات
بتاعه الركبه والعضلات بتاعه الانكل. ليه؟ لان كل دول بيشتغلوا مع بعضيهم، فلو عضله فيهم شغاله هتساعد العضله اللي مش شغاله شويه، فتبدا الدنيا تتحسن معاك شويه. انما نظره ان انا هبص على مشط الرجل بس، لا طبعا، المفروض الحوار يبقى اكبر من كده شويه. طيب تعالى نتكلم في الجزء الثاني. المفروض ان الدكتور يعمل استشاره كهربائيه، يعمل كهرباء يعني باللغه العاميه بتاعتنا. الكهرباء دي ليها كرايتيريا وليها شكل، اتكلمنا عنها في فيديو كامل عن الاستشاره الكهربائيه، وازاي اعرف ان هي كويسه وازاي اقول انها مش كويسه، وهل هي بتعمل تليف في العضلات ولا ما بتعملش تليف في العضلات. تقدر ترجع للفيديو ده وتبدا تتكلم او تشوفه كله لو انت حابب تعرف عن الاستشاره الكهربائيه. طبعا اللينك بتاع الفيديو ده هنسيبه لكم معانا هنا. بعدها نبدا الحوار بقى، خلاص انا عملت استشاره كهربائيه، عملت التمارين وشوفنا الدنيا فيها ايه. ثالث حاجه نعمل ايه بقى؟ نبدا نخلق تمارين معينه. التمارين دي بتبقى وظيفيه عشان تبدا تشغل العضلات بتاعتك، زي مثلا ان انا اقعد على كرسي وابدا اقف، زي مثلا ان انا اتعلم المشي، زي كل تمارين كتيره يبدا الدكتور بتاعي يبدا يعملها. لو انا قدرت ان انا اعمل الثلاث حاجات دي، او شايف ان الدكتور بتاعي بيبدا يعمل الثلاث حاجات دي، يبقى انا عارف ان انا ماشي صح، يبقى اطمن واشتغل وكمل معاه واحده واحده. طيب انا عايز اطمن وعايز اشوف التحسن بتاعي بيحصل ازاي. المفروض ان انا اعيد رسم العصب بتاعي. رسم العصب بتاعي ما بيتعادش قبل 4 شهور. لو احنا مشينا زي الورق هنقول او زي الكتاب هنلاقي ان هو بعد 6 شهور، بس احنا بنتكلم ان هو كل 4 شهور اعمل اعاده فحص لرسم العصب عشان اشوف هل انا بتحسن ولا لا، عشان الدنيا بالنسبه لي تكون كويسه. فبالنسبه لنا بنعمل اعاده تقييم برسم العصب ده ونشوف الدنيا واصله ازاي. في حاجه عايز اقولها لك كده على جنب، ان الاستشاره الكهربائيه زي ما احنا اتكلمنا عليها في الفيديو اللي انا قلت لك عليه، لازم تتعمل باجهزه معينه، مش اي جهاز اروح حاطه على رجلي وهو رجلي بتنبض والدنيا جميله فكده انا شغال صح. ده حاجه غلط جدا. في اجهزه معينه بتعمل كرنتس معينه تبدا تحسن الدنيا عندك، وفي اجهزه اساسا قلتها احسن او ان انت ما تعملهاش احسن. فبالتالي لازم تحدد وتشوف نوعيه الاجهزه اللي انت بتشتغل بيها وشكلها، هل هو مقارب للي احنا اتكلمنا فيه في الفيديو بتاع الكهرباء ولا لا. نيجي بقى لكام حاجه كده المفروض ان احنا نعملهم او ندخل في ثالث جزء من العلاج بتاعنا، هو العلاج اللي هو بتاع الجباير، او ان انا هشتغل بالجباير بتاعتي. الجباير احنا اتكلمنا فيها في فيديو كامل قبل كده عن الجباير واستخداماتها في المرضى بتوع الاعصاب، بس خلينا اراجع معاك كده حاجه بسيطه. انا بلبس جبيره ليه اصلا وانا عندي سقوط قدم؟ زي ما اتكلمنا في الفيديو الاولاني ان سقوط القدم ده بيأثر على المشي بتاعي، فبالتالي الفانكشن او الوظيفه بتاعتي بدات تتاثر، فبالتالي انا عايز اي حاجه تحسن الدنيا دي عشان ابدا انزل شغلي وابدا اتحرك. فبالتالي انا لو قلت لك اقعد جنبي 5-6 شهور وانا شغال عليك والدنيا هتتحسن، ما هو انت العضلات بتاعتك مش موجوده وهتبدا تتحسن بس هتاخد وقت. فانا عايز حاجه تنزلك شغلك عادي في نفس الوقت تحافظ لي على التحسن اللي انا عملته. فبالتالي جت فكره الجباير، ان انا البس جبيره. لبست الجبيره بتاعتي، نقيتها طبعا والدكتور هو اللي اختارها، والجبيره بتاعتي ما بتشتريهاش جاهزه. الجبيره المفروض انها بتتعمل بالمقاس على سيادتك عشان تبدا تبقى على مقاسك بالظبط. دكتور العلاج الطبيعي الخاص بيك هو اللي المفروض ان هو يعيد او يقول لك المقاسات بتاعه الجبيره ويقول لك طريقتها الاحسن حاجه والزوايا بتاعتها والشغل بتاعها وهكذا. وزي ما قلت لحضراتكم ان احنا عاملين فيديو كامل للجباير نقدر نرجع له ونشوف الجباير اقدر احكم عليها اذا كانت هي كويسه ولا مش كويسه. بكده نكون اتكلمنا معاكم عن 3 علاجات: العلاج الدوائي، العلاج الطبيعي، والجباير كجزء من العلاج الطبيعي. قبل ما نختم هقول لك كام حاجه كده المفروض ان في ناس بتعملهم ومش بيأثروا قوي في الحته بتاعت سقوط القدم، يكاد يكون ان هم بيأثروا بالعكس. في ناس بتعمل ابر صينيه او ابر جافه على المناطق بتاعت سقوط القدم. عايز اقول لك ان مفيش اي ابحاث بتتكلم في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي او لغايه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها عن ان الحاجه دي بتفيد في اي حاجه، فبالتالي نوقفها شويه او ما نعملهاش لغايه ما تطلع ابحاث بتسبورت الحاجه دي وتقول لنا اعملوها فنعملها. تاني حاجه في ناس بتلجأ للحاجات بتاعت الكي بالنسبه لنا برضو معلهوش اي حاجه او اي حاجه تقول لنا اصلا ان في فايده منه، فبالتالي لو اي حد مننا بيعمل الكلام ده يوقفه شويه. نفس الكلام في سم النحل، مفيش اي علاقه ما بين سم النحل وما بين سقوط القدم. مفيش حد مننا هجيب سم نحل واحطه على العصب فيبدا يكون تحسن في العصب فابدا ارفع مشط رجلي. كل الكلام ده معلهوش ابحاث، وده مش كلامنا، ده كلام الابحاث اللي بتتكلم. ولو جد جديد في الحاجات دي هنقول لكم على طول ان في ابحاث جديده بتتكلم على الجزء الفلاني ونبدا نطبقه مع العيانين بتوعنا. ما تنسوش تسيبوا لنا اي كومنتس عايزينها او اي حاجه او اي استفسارات، سواء مواضيع هنتكلم فيها جديده او استفسارات على الفيديو ده، ونشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد لينا.